ايه يا دكتور مالك؟ انت تقرب لها ايه؟ دي بنتي وده جوزها. الباقي في حياتكم. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي؟ انا اسف، انا مضطر ابلغ البوليس. تبلغ البوليس ليه؟ لان الوفاة جنائية. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة ومش عايزك تبلغ البوليس. ما اقدرش، الموضوع فيه جريمة ولازم ابلغ البوليس. انا كنت ببيتي وفوجئت بواحد جاي وهو خايف ومرعوب وطلب مني اروح معاه داره. ومين ده اللي جالك بيتك؟ عرفت بعد كده انه جوز الست اللي ماتت. وقال لك ايه ساعة ما جالك؟ الحقني يا دكتور، الحقني، مراتي تعبانة مش عارف ايه اللي جرالها. ونزلت معاه ورحت وكشفت عليها وعرفت انها ماتت. وعرفت ازاي انها ماتت؟ من الكشف على الجثة اتضح لي انها ماتت مسمومة، وعلشان كده بلغت البوليس، بالرغم من ان جوزها وابوها ما كانوش عايزيني ابلغ. ليه؟ حاولوا يغروني بشتى الوسائل، لكن انا اصريت وبلغت البوليس. دي بنتي الوحيدة يا بيه، بنتي وماليش غيرها. بنتك ماتت ازاي يا زهران؟ ما اعرفش، لكن الدكتور قال انها ماتت مسمومة. ومين اللي سماها؟ هيكون من غيره يا بيه، هو جوزها، سلامة جوزها. وعرفت ازاي ان جوزها هو اللي سماها؟ يا بيه بنتي بقالها شهر واحد متجوزة، وانا قلت افوت عليها في دارها اطمن عليها. دخلت لقيتها مرمية على الارض وعمالة تتوجع، ما كانش حد معاها غير سلامة جوزها. اتكلمت معاها؟ لا يا بيه ما لحقتش، انا لما لقيتها مرمية على الارض طلبت من سلامة جوزها يجيب الدكتور. ولما جه الدكتور قال انها ماتت. وقبل ما يجي الدكتور بنتك ما قالتش حاجة؟ لا يا بيه ما قالتش حاجة خالص. طيب سلامة جوزها قال لك ايه لما شافك؟ انا مش عارف ايه اللي جرالها، مرة واحدة كده اترمت على الارض ولما لقيتها ما بتنطقش قلت له هات لها دكتور بسرعة. طيب في حد كان في الدار ساعة ما جيت لبنتك وجوزها؟ لا ما شفتش حد خالص غير سلامة. سلامة، احكي لنا ايه اللي حصل. انا هقول كل حاجة يا بيه. اتكلم يا سلامة. انا ماليش ذنب في اللي حصل، معقول اقتلها؟ طب اقتلها ليه؟ امال ايه اللي حصل لمراتك بالظبط يا سلامة؟ انا متعودتش اكذب، عشان كده هقول اللي حصل مني، بس اللي لازم حضرتك تعرفه اني ما كانش قصدي اضرها ابدا ابدا. ازاي بقى يا سلامة؟ بس انا المحقوق برضه، ما كانش لازم اسمع كلام ابويا. تسمع كلام ابوك في ايه؟ قبل ما اتجوزها يا بيه ابويا لقاني قاعد وحاطط ايدي على خدي، قال لي سلام، مالك يا سلام؟ ايه يا ولد؟ حاطط ايدك على خدك وقاعد ساكت كده ليه؟ مفيش يابا. انا عارف اللي بتفكر فيه يا سلام، واني لقيت لك الحل اللي يريحك. حل ايه يابا؟ ماني كنت مع زهران واتفقت معاه خلاص يا ولد. انا مش فاهم حاجة يابا، اتفقت مع عمي زهران على ايه؟ اتفقت معاه عشان يجوزك بنته. تجوزني بنت زهران؟ ايوه، بنتي كويسة ومتربية وابوها صاحبي وحبيبي ومن احسن الناس في بلدنا. ايوه يابا بس ايه يا سلامة يا ابني، ابوها راجل غني، ده حتى كاتب لها كام فدان باسمها. دي ما هي بنته الوحيدة يا ولا، ونفسه يسعدها ويريحها. بس يعني بصراحة كده انا مش عايز بنت عم زهران. تقول ايه يا سلام؟ انا اصلي مش ميال ليها يابا. انت شفتها يا سلامي؟ شفتها يابا، اصلها يعني كده مش حلوة. بتدور على الحلاوة يا ولا ولا على الاصل والعيلة والنسب اللي يشرفك؟ طب ايه رأيك يابا في بنت الحاج؟ انا قلت كلمة ومش عايزك تعرضني خلاص، واللي لازم تعرفه اني خلاص قريت فاتحة مع ابوي من غير ما اعرف يابا. انت ناسي ان عمك زهران اخويا وحبيبي وصاحبي؟ ده احنا كلنا مع بعض عيش وملح. يابا انا ما قلتش حاجة، بس كنت يعني تاخد سلامة. ايه اللي جرالك يا ابني؟ عايز تصغرني وسط الخلق؟ عايز الراجل ابوها يقول عليا ايه؟ ماليش كلمة عليك؟ لا هتتجوز بنت زهران، يعني هتتجوز بنت زهران يابا. وين ما سمعتش كلامي هطردك من الدار واحرمك من الميراث وما اعرفكش خالص بعد كده. قلت ايه يا سلامي؟
وعملت ايه يا سلامة؟ كنت مغلوب على امر يا بيه. ابويا هددني يحرمني من امواله وارضه ويطردني، وسكت. وجات ليله الفرح. مبروك، ألف مبروك يا سلامة. بتقول ايه؟ بقول لك ألف مبروك. إيه مالك؟ سرحان في إيه؟ عن اذنك اشوف ابويا، اصله بيشاور لي عشان ارحب بالمعازيم. إيه الحكاية؟ هو ماله؟ اصلك مش عارف. مش عارف إيه؟ سلامة مش عاجباها العروسة، ليه؟ ده أبوها غني ومبسوط. بيحب واحدة تانية. طب اسكت بقى لحسن حد يسمعك. ما اصل العروسة مش حلوة. يا واخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله. على رأيك ما هو. قلت لك اسكت لحسن حد يسمعك وما نخلصش الليلة. سمعت كل حاجة بوداني وسكت. كنت هقول ايه والخوف كان مالي قلبي. وايه اللي حصل بعد كده يا سلامة؟ ما كنتش طايق الدار ولا طايق مراتي. وفي يوم خرجت متضايق وزهقان، لقيته قدامي. مين ده؟ واحد في بلدنا على نيات وغلبان، اسمه عوض. وقال لك ايه عوض ده؟ لما شافني ضحك. ازيك يا عريس؟ ابعد عني وخليني في حالي. هو الحق عليك. بقول لك ابعد عني. ايوه الحق عليك. انت شرطه قبل ما تتجوز. اشور مين يا عوض؟ ما تعرفش تشور مين؟ الشيخ غلاب. وايه اللي كان هيعمله الشيخ غلاب؟ هو في حد بلدنا بيتجوز ولا يطلق ولا مراته تولد الا لما يشوره؟ ده الواد سويلي مجامسته كانت كفايه، انا مش ناقصك. انت حر، بس كان لازم تشور الشيخ غلاب. اسمع، انا هاخدك له. عشان ايه؟ عشان يشوف لك صرف، ولا اقول لك خليك انت وانا هساله. اوعى تتحرك من مطرحك، انا هروح له رايح له. وبعدين يا سلامة؟ عوض نبهني وخلاني اروح للشيخ غلاب. وعملت ايه مع الشيخ غلاب؟ حكيت له على كل اللي حصل، وقلت له اني اتجوزت مراتي غصب عني، واني مش عايزها ومش قابلها. وقال لك ايه الشيخ غلاب؟ ما اتكلمش كتير واداني دواء، وقال لي حط الدواء لمراتي في الشاي وهي هتكرهني وما تطقش الدار وتبعد عني وتطلب الطلاق. وحطت لها الدواء في الشاي؟ هو ده اللي حصل يا بيه. حطت لها الدواء في الشاي، يا دوبك شربته واترمت على الارض. ولما رحت جبت لها الدكتور قال انها ماتت. واتضح انها ماتت مسمومة يا سلامة. يا بيه انا قلت لك على كل اللي حصل وما خبيتش عنك حاجة خالص. في حد شرب من الدواء ده غيرها؟ لا يا بيه. طب فين الدواء ده؟ شربته كله. يعني انت اللي سميتها يا سلامة؟ سميتها ازاي بس؟ انا كنت بديها دواء عشان تكرهني وتبعد عني. معقول اسمها واودي نفسي في داهية برضه؟ مش ممكن يا بيه، مش ممكن. تشريح الجثة بيؤكد ان مرات سلامة ماتت نتيجة السم اللي شربته في الشاي. وسلامة بيؤكد انه ما كانش يعرف ان ده سم. معقول سلامة ما كانش يعرف؟ جايز، بدليل انه اعترف بالحقيقة كلها وما انكرش حاجة. وجايز القصة اللي قالها عن الشيخ غلاب مش صح. انا شايف انها صح، بدليل اختفاء الشيخ غلاب عن القرية كلها. طب ايه اللي خلى الشيخ غلاب يديله السم اللي يقتل بيه مراته؟ احتمال يكون سلامة حسن النية والشيخ غلاب حب يخلصه منها، لانه قبل ما يتجوز ما خدش رأيه في حكاية جوازه منها. يعني عشان ما خدش رأيه يورطه في جريمة؟ اهل القرية بيقولوا ايه عن الشيخ غلاب؟ السذج منهم معتقدين في كراماته واعماله، وبعضهم ما بيخطيش خطوة من غير ما يستشيره. طيب في حاجة حصلت قبل كده من الشيخ غلاب وصلت لحد الجريمة؟ ما فيش حاجة وصلت لنا قبل كده، وإلا كنا قبضنا عليه. طيب ايه المعلومات اللي عندك عن الراجل ده؟ الشيخ غلاب مش من أهل القرية، والتحريات اللي عندي بتقول إن جه القرية من حوالي 6 أشهر. طيب هو اختفى ليه؟ وراح فين؟ ابن سلامة طيب، عمره ما أذى حد يا ناس. طيب شد حيلك امال، ما تعملش في نفسك كده.
دول بيقولوا إن سم مراته. ربنا معاه. طب يسمها ليه بس يا اخواتي؟ المهم تخلي بالك من نفسك، ما هو زهران مش هيسكت. يعني ايه؟ انت فاهم كويس اللي عايز اقوله. زهران بنته ماتت مسمومه، وابنك قلت لك ابني ملوش دعوة. ايوه ملوش دعوة باللي حصل. لا، انا مش هسكت، مش هسكت ومش هستريح الا لما اخد بطار بنتي اللي سموه. ما هو البوليس ماسك سلامة. انا ما كنتش عايز البوليس يتدخل واخد حق انا بايدي. بلاش الكلام ده. لا، ده سلامة وعيلة سلامة كلها مش هيطفوا النار اللي في قلبي. سلامة، فين الشيخ غلاب؟ معرفش يا بيه، انا اللي عندي قلته وخلصت ضميري. طيب الشيخ غلاب لما ادالك السم قالك ايه بالظبط؟ يا بيه هو قال لي ان ده دواء هو مركبه عشان مراتي تكرهني. وانت كنت عايزها تكرهك ليه؟ عشان تسيب الدار وارتاح منها. الله، وما طلقتهاش ليه يا سلامة؟ اطلقها ازاي يا بيه وانا لسه متجوزها من شهر واحد؟ زهران والد المجني عليها مراتك كان يعرف انك بتكره بنته؟ لا يا بيه، ما هو ابويا منبه عليا ما اتكلمش وهددني زي ما قلت انه يحرمني من امواله. طيب ابوك كان يعرف انك كنت ناوي تحط لها سم يا سلامة؟ لا لا، ابويا ما يعرفش حاجة خالص يا بيه. بقول لك ايه يا عوض، انا في مشكلة عويصة ومحدش يقدر يحلها لي غيرك يا عوض. أنا طب ازاي؟ احكي لك الاول المشكلة اللي انا فيها. ومال يحكي. انا كنت محوش مبلغ كبير واتسرق. والمبلغ ده قد ايه؟ مبلغ كبير كبير قوي يا عوض. يا نهار زي بعضه. وانسرق ازاي؟ والله ما انا عارف، لكن كنت عايزك تدلني على الشيخ غلاب يشوف لي مين اللي سرق مني فلوسي. يا خساري، يا خسارة يا ولاد. خسارة ايه يا عوض؟ الشيخ غلاب لو كان هنا كان قال لك. ما هو انا عشان كده عايزك تدور لي على الشيخ غلاب. ودور عليه فين؟ هو مش قال لك رايح فين؟ لا ما قالش. ازاي بقى يا عوض وانت كنت معاه ليل نهار؟ ما هو ده اللي مزعلني منه، يمشي كده ولا يقولش رايح فين. هو له قرايب في بلدنا هنا؟ معرفش. كان له صحاب ولا حبايب؟ البلد هنا كانت كلها بتحبه. الله، وايه اللي عرفك ان البلد كلها كانت بتحبه؟ وهو في حد في بلدنا كان يعمل حاجة من غير ما يشوره؟ طب وبعدين يا عوض، هسكت كده وتضيع فلوسي؟ دي تحويشة العمر. يبقى لازم تشوف الشيخ غلاب. هو ساب داره وراح فين؟ معرفش. انا مستعد اديله نص المبلغ اللي ضاع مني لو دلني عليه. كده خلاص، انا هدور عليه، هدور عليه وهلاقيه. واضح من كلامك مع عوض ان هو الوحيد اللي كان معاه وما بيفرقوش. لان عوض كان بينقل له اخبار الناس واسرارهم، والشيخ غلاب كان بيستغلها في النصب على السذج. طيب عوض قالك انه هيدور على الشيخ غلاب؟ ايوه يا فندم. معنى كده انه عارف مكانه؟ جايز، وعشان كده الرجاله اللي معايا مراقبين كل خطوات وتحركات عوض. السؤال اللي محيرني، يا ترى سلامة فعلا خد السم من الشيخ غلاب ولا هو اللي جاب السم وحطه لمراته؟ وفي سؤال تاني محيرني يا فندم. يا ترى سلامة كان عارف ان ده سم واتفق مع الشيخ غلاب انه يسم مراته؟ سلامة بيؤكد انه ما كانش يعرف ان ده سم. طب هروب الشيخ غلاب معناه ايه؟ في احتمالين. الاحتمال الاول انه يكون اداله السم فعلا، ولما ماتت مرات سلامة هرب. والاحتمال التاني؟ الاحتمال التاني انه يكون اداله دواء معين وسلامة حط السم مع الدواء عشان يقضي على مراته، ولما عرف الشيخ غلاب انها ماتت هرب خوفا من المسؤولية. طب لو افترضنا ان غلاب اداله السم، ايه هدفه؟ وليه يفكر في قتل مرات سلامة وهو عارف ان القتل ممكن يجر عليه مشاكل كتيرة؟ يمكن الشيخ غلاب كان فاكر ان سلامة مش هيتكلم ويقول الحقيقة اللي حصلت. يبقى حل اللغز ده متوقف على ان احنا نوصل للشيخ غلاب. دورت على الشيخ غلاب في كل حتة ما لقيتوش، تقولش فص ملح وداب. دورت عليه فين يا عوض؟ بقول لك في كل حتة. يعني فين عشان ادور معاك؟ مش هتلاقيه. ليه بس يا عوض؟ لازم سافر. قول لي يا عوض، سافر فين؟ معرفش. هو الشيخ غلاب متجوز؟ معرفش.
بقول لك الشيخ غلاب متجوز؟ ما اعرفش. انا بسألك يا عوض، هو الشيخ غلاب متجوز؟ لا بس ايه؟ اتكلم يا عوض، انا هتجنن على فلوس اللي ضاعت. ما هو انا رحت له داره. امتى؟ ساعة ما اهل البلد قالوا ان مرات سلامة مات. وقال لك ايه؟ ما قالش، اصلا ما كانش موجود. امال مين اللي كان في داره؟ واحدة ست. مين الست دي؟ ما اعرفهاش. والست دي قالت لك ايه؟ ما قالتش حاجة خالص وسابتني ومشيت. الست دي شفتها قبل كده؟ لا. ممكن تقول لي اوصافها؟ اوصاف الست اللي قال عليها عوض تنطبق على اوصاف الشيخ غلاب. يعني ايه يا فندم؟ احتمال يكون غلاب لبس جلابيه واحده ست وهرب علشان ما حدش يتعرف عليه. تعرف حضرتك انا بفكر في ايه دلوقتي؟ انه يكون هربان وما زال مستخبي ومتنكر في زي واحده ست. بالظبط كده يا فندم. تبقى بقى تلف القرى كلها اللي حوالين القريه هنا وتقبض عليه مهما كانت الظروف. حي موجود وكل شيء بأمره. مدد حي مدد. حي يا ست الشيخة سعدية، طلباتك. انا عايزك توصليني للي ضايع مني. وايه اللي ضاع منك؟ الشيخ غلاب. مين؟ الشيخ غلاب. ايه مش سامعاني؟ كلمي يا سعدية. هتكلم يا بيه، هتكلم. ما انا خلاص نفذت اللي في دماغي واستريحت. انا يا بيه الشيخ غلاب اللي كنت بتدوروا عليه. ايوه انا. وايه اللي خلاكي عملت كده يا سعدية؟ انا هحكي لك اللي حصل، مفيش حاجة تستاهل ان اخبي عليك. كلمي. انا مش من البلد دي يا بيه، انا من كفر تاني بعيد عن هنا، وكنت عايشة ومبسوطة انا وجوزي وبنتي لغاية ما جه الشيطان ودخل دارنا. ومين بقى الشيطان ده اللي دخل داركم؟ زهران. ايوه زهران اللي عمل صاحب جوزي. اسمع بس يا حاج، انا عارف ظروفك كويس، وعشان كده عايزك توافق على اللي هقول لك عليه. وكان عايز جوزك يوافق على ايه؟ بنتك نعناعة في عينيا من جوه، وهي تيجي عندي وتبقى ست الدار. ما انت عارف انا مراتي ميتة. هو اقنع جوزي انه ياخد بنتي نعناع عشان تخدم بنته في داره. انا ما كنتش موافقة وعملت كتير لكن مفيش فايدة، وصعبت عليا بنتي وهي بتعيط. حرام عليكم. نعناع بلاش تعيطي كده يا بنتي. يما ده عايز ياخدني شغالة في داره. ابوك موافق يا نعناع؟ هو انا مش موافقة. طب بلاش تعصي ابوك يا نعناع. يما انا خايفة ومش مطمنة. خايفة من ايه بس يا بنتي؟ خليني هنا معاكم اخدمك واخدم ابوي. طب جربي، وان ما استريحتيش ارجعي هنا تاني. وارجع هنا تاني زي ياما؟ ارجع ازاي؟ وبعدين يا سعدية؟ عيط بنتي قطع قلبي، لكن كنت اعمل ايه؟ ما قدرتش اعمل حاجة. وراحت نعناع مع زهران، وبعد اسبوع جت ودموعها على خديها. نعناع مالك يا بنتي؟ افهم جت ازاي بس؟ هربت ياما. هربت وكان لازم اهرب. طب ليه بس يا بنتي ليه؟ زهرة لازم يتجوزني. ايوه لازم يتجوزني. انت بتقولي ايه يا نعناع؟ مش قلتلك ياما بلاش وخليني معاكي في الدار؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه يا ناس؟ اعمل ايه؟ وراح جوزي لزهران وبكى زي الحريم قدامه عشان يتجوز بنتي. ابعد يا راجل، ابعد من هنا بدل ما البسك تهمة واسجينك. وكانت الصدمة شديدة، ايوه شديدة قوي، وما استحملش جوزي ومات بحسرته على بنته. وفكرت ايوه
فكرت ايه اللي ممكن اعمله. ازاي انتقم من زهران؟ ايوه، ازاي انتقم منه؟ لبست هدوم راجل وعملت نفس الشيخ غلاب. وقعدت قريب من زهران واهل البلد. بدأت اشوف لهم البخت والكلام ده. طيب وايه دور عوض معاكي؟ عوض كان طيب وعلى نياته وغلبان وملوش حد، عشان كده قربته مني. انا خدامك عم الشيخ غلاب. عوض تحت امرك. انت باين عليك طيب اوي وعمري ما زعلت حد مني. والناس هنا بتحبك يا عوض. وفاتحين لي ابواب دارهم وما بيخلوش عليا باللقمي. يعني عايش على اكلهم. الحمد لله. لا يا عوض، انا هديك اللي انت عايزه. ما هو انت لازم تحوش لك قرشين عشان ينفعوك يا عوض. ينفعوني في ايه؟ مش جايز تتعب ولا ما تقدرش تخدم الناس يقوموا يكرهوك ويسيبوك تموت لوحدك؟ انت شايف بختي كده بيقول ان هموت لوحدي. انا عايزك معايا يا عوض وهديك فلوس كتيرة قوي. وبعدين يا سعدية؟ وخدت عوض لصفي وبقى ينقل لي اخبار الناس كلها لغاية ما عرفت ان زهران جوز بنته لسلامة، وطلبت من عوض يجيب لي سلامة بأي طريقة، وجاني سلامة. يا عم الشيخ غلاب، انا تعبان وزهقان من حياتي كلها. وجات لي الفرصة لحد عندي وقلت له يجي لي تاني يوم، وسألت عوض عنه. وقال لك ايه عوض؟ كل يا عوض. أنا كلت كتير قوي. ايه، هي اللحمة مش عجباك يا عوض؟ عجباني بس شبعت قوي. طب خد اللحمة دي كلها عشانك، وخد كمان الفلوس دي. وليه بس كل ده يا عم الشيخ غلاب؟ بقولك ايه يا عوض، ايه اللي تعرفه عن سلامة؟ سلامة؟ ايوه. سلامة متجوز بنت زهران ومش عجباه. ليه؟ مش رايد، وحشة. وهو بيحب واحدة تانية؟ مش عارف. لا انا عايزك تعرف حقيقته كويس وتيجي تقول لي كل حاجة. فهمت يا عوض؟ وراح عوض ونقل لك كل الاخبار عن سلامة. ايوه، وجاني سلامة. قلت ايه يا عم الشيخ غلاب؟ انت عايز مراتك تكرهك يا سلامة؟ انا عايز افتح واغمض ملقاهاش في الدار. طب اسمع، انا هديك دواء. الدواء ده مر قوي. ايه؟ ولازم تشربه مراتك. مادام مر مش هترضى تشربه. عشان كده تحط لها الدواء ده في الشاي. وبعدين يا سعدية؟ وسلمته الدواء. قصدك السم؟ ايوه السم. اديته زرنيخ يكفي قتل 10. كان لازم انتقم من زهران اللي ضيع بنتي وجوزي، وعرفت انها ماتت وهربت بعد ما لبست هدومي الحقيقية ونسيت كل حاجة عن الشيخ غلاب. لكن ازاي وصلتولي؟ ده البلد كلها كانت تعرف ان الشيخ غلاب. عوض هو اللي وصلنا لك. عوض ما يعرفش حقيقتي خالص. ايوه بس شافك كنت هربانة بعد ما قلعت هدوم الشيخ غلاب ولبست هدومك الحقيقية. عوض ده انا كنت فاكراه على نياته. عوض فعلا على نياته، وانت عرفت ازاي تستغل طيبته وبساطته، لكن عدالة السما اقوى واعظم من كل تفكيرك وشرك وحقدك. كان لازم انتقم من زهران. ايوه كان لازم انتقم منه واحرق قلبه على بنته زي ما حرق قلبي على بنتي وضيع حياتي كلها. وطريق الانتقام والحقد نهايته معروفة: الوحدة والظلام والسجن. أغرب القضايا. الهندسة الإذاعية أبو اليزيد سعد. المخرج المساعد عايدة عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.